تفتكروا ايه اكتر جهاز ممكن يحرق الدهون؟ التريد ميل ولا الاليبتيك ولا الستيب ماستر ولا نط الحبل؟ عايز تعرف الاجابه؟ جاهز؟ يلا نبدا على طول. اهلا بيكم يا جماعه، معاكم سيف، والنهارده هكلمك ازاي تخلي الكارديو يحرق الدهون بدل ما يحرق العضلات، وهقول لك في اخر الفيديو ايه اكتر جهاز ممكن تستخدمه في الجيم عشان يحرق الدهون بتاعتك. فما تنساش تشترك في القناه وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. اول حاجه لازم تعرفها يعني ايه كلمه كارديو. كارديو هو اي تمرين بيعلي نبضات قلبك وبيخليك تبذل مجهود اكتر على فترات اطول، فبالتالي بيخلي جسمك يبذل مجهود اكتر، فبالتالي تحرق من 3 عناصر. ايه بقى ال3 عناصر اللي جسمك اول ما نبضات قلبه تزيد يبتدي يحرق منهم؟ اول حاجه معانا وهي الكالوريز اللي كانت في الاكل اللي في بطنك، وتاني حاجه هي الدهون، وتالت حاجه هي العضلات. جسمك بيروح للاسهل دايما، فعشان كده بيبتدي من الاكل، بعد كده الدهون، بعد كده العضلات. عملت مجهود عالي في وقت قصير جسمك هيحرق في العضلات، عملت مجهود متوسط في وقت اطول جسمك هيحرق من الدهون. ايه انسب وقت تعمل فيه تمارين الكارديو؟ هما حالتين ملهمش تالت. اول حاله معانا انك تكون لسه صاحي من النوم فمعدتك فاضيه، فبالتالي جسمك اول ما يحرق هيخش على الدهون. تاني حاجه بعد الاكل ب4 ساعات، ويكون مده الكارديو عندك من 60 دقيقه 45 دقيقه، نص ساعه. فكده عرفنا ان وقت الكارديو اهم بكتير من نوع الكارديو. ازاي بقى تعرف انت بتحرق دلوقتي في الدهون ولا في العضلات؟ هقول لك على حسبه بسيطه كده، من خلال نبضات قلبك هتعرف انت بتحرق في الدهون ولا في العضلات. 220 ناقص سنك هيطلع لك رقم، الرقم ده اضربه في 60% او 80%، الرقم اللي هيطلعهم ده متوسط نبضات قلبك اللي بتحرق في الدهون. ما فهمت الصح؟ هكتبها لك، حاضر هكتبها لك. 220 ماينس سنك هيطلع رقم، الرقم ده بقى هتاخده هتضربه في 60% او 80%، الرقم اللي هيطلع ده هو متوسط نبضات قلبك في الحرق بتاعك. ناخد مثال مثلا لشاب عنده 19 سنه، 220 ماينس 19 هيطلع لك 201. 201 هتضربها في 60% هيطلع لك 120.6، الابروكسيميشن بتاعها 121. هتضربها تاني في 80% هتبقى 201 هتضربها في 80% هيطلع لك 160. الابروكسيميشن بتاعها يبقى 161. انا نبضات قلبي لازم تبقى بين الرقمين دول علشان اكون كده في الزون 2 اللي بحرق فيها دهون. هتطبق نفس الاستراتيجي دي، هسيبها لك كده شويه على الشاشه، هتطبقها على سنك وعلى طريقتك في اللعب، دي الزوم بتاعتك عشان تحرق دهون فيها. نرجع بقى للسؤال بتاع الحلقه، ايه هو افضل تمرين للكارديو؟ كلهم مفيش اي اختلاف، كلهم بيحرقوا سعرات وكلهم بيعلوا نبضات القلب. الفكره كلها في ازاي تعمل تايمنج كويس للكارديو، وازاي تعرف تختار التايب بتاع الكارديو المناسب ليك ولسنك ولصحتك. انا قلت لك الايكويشن اللي تعرف منها ان انت بتحرق دهون، والباقي عليك انت. ولو عاوزت اي مساعده تعالى لي الانستجرام، اسيب لك اللينك بتاعه في البايو تحت. كده نبقى وصلنا لاخر الحلقه بتاعتنا. لو استفدت من اي حاجه تنساش تعمل لايك وتشترك في القناه وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد كل اسبوع يوم الجمعه مع كابتن سيف. لو عندك اي تعليقات او استفسارات اكتب لي في الكومنتس تحت.